كارثة بيغفل عنها أمهات كتير جدا للأسف، وللأسف ملهاش حل. الحاجة دي هي كسل العين. كسل العين بيحصل لما يكون في عين قوية وعين ضعيفة من سن مبكر، إما مثلا بعد الولادة على طول أو في سن 4 أو 5 سنين قبل سن المدرسة، وبيتأخروا في ان هو يلبس نظارة او يصلح عيوب الابصار اللي عنده، سواء كان قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم او ايا يكن، ولكن في فرق بين العينين كبير. في النهاية لو ده حصل بيحصل كسل في العين. طيب يا ترى ليه بيحصل كسل في العين؟ ببساطة لان في عين قوية بتوصل صورة واضحة للمخ، وعين ضعيفة بتوصل صورة مشوشة للمخ. فبشكل بديهي المخ بيطنش الصورة المشوشة ويهتم بالصورة السليمة اللي واصله له، يعني بيهتم بالعين القوية ويهمل العين الضعيفة. مع الاستمرار في اهمال العين الضعيفة يبدأ المخ يهملها خالص العين دي، ومع الوقت العين دي بتفقد وظيفتها. يعني هي اناتوميكالي او تشريحيا سليمة، ولكنها فانكشنالي فيها مشكلة. بنفس فكرة اي عضلة في الجسم بتستخدم بتكون قوية، واي عضلة لا تستخدم بيحصل فيها الكسل اللي احنا قلنا عليه ده. طب ايه فكرة الكسل دي؟ فكرة الكسل دي ان حتى لما نبدأ نصلحها ونلبس النضارة ما بتشوفش بالنضارة. هل نفقد الامل تماما؟ طيب طبعا كل ما نبدأ في تصليح الموضوع ده بدري كل ما يكون افضل. يعني مثلا لو اكتشفنا الموضوع ده عند سن 7 سنين 8 سنين ممكن نحاول نلحقها لحد يمكن ماكسيموم 12 سنه، بعد كده بيكون صعب جدا. كمثال مثلا لو الطفل ده كان عنده في عين ماينس 2 وفي عين 6 على 6 يعني ما فيهاش حاجه خالص، او ماينس نص مثلا، في عين مثلا بلس 4 وعين بلس 1، فبيكون في فرق كبير بين العينين زي ما قلنا. بالتالي العين المخ بيطنش العين الايه الضعيفه. الحل بقى في كده ايه؟ احنا هنعمل نضاره عادي خالص، ولكن هنيجي في لمده مثلا ساعتين في اليوم نغطي العين القويه ونبص بالعين الضعيفه بس، بحيث ان احنا نخلي المخ يبدا يدي اهتمام للعين الضعيفه دي تاني، تبدا تشوف تاني بشكل اوضح، مع طبعا لبس النضاره. يعني احنا مصححين صورتها. وبقى في تقنيات حديثه بتعالج الموضوع ده، زي النضاره اللي هي شكلها قدامنا دي بتظبط بشكل معين لوقت معين انها تغطي العين القويه وتخلي العين الضعيفه تشتغل. طبعا زي ما احنا عارفين الوقايه خير من العلاج، فكل ام قبل سن المدرسه توديه طبعا تفحصه كويس قوي، تفحص نظره كويس، تشوف له مقاس نظره مظبوط ولا لا، هل هو شايف ولا كويس ولا لا، محتاج نضاره ولا لا. كل ده المفروض يتصلح قبل سن المدرسه، لان الطفل مش هيشتكي. الطفل هو مش عارف ايه اللي المفروض يكون شايفه بوضوح، مش عارف يميز هل كل الناس بتشوفه زي اللي هو شايفه ولا في صوره اوضح من كده. هو مش هيكتشف ده